رد هادئ من المغربي محمد وهبي على تصريحات كولمان. واش الحل هو ياسين بونو؟ رد من مدرب المغربي محمد وهبي بهدوء على تصريحات مدرب هولندا رونالد كولمان، وقال باللي الهضره اللي كتقال قبل الماتش ما عندها حتى اهميه، الحسم غادي يكون غير فوق ارضيه الملعب. ملي سولوه الصحافه على الخطه ديالو ضد هولندا جاوب غير بجوج كلمات: ياسين بونو. زاد قال ما كيهمش اش كيقول المدرب ديال هولندا كولمان، اللي كيهم هو اش غادي يوقع في التيران. ثقه باينه. واش يقدر ياسين بونو يقود اسود الاطلس لربع نهائي كاس العالم؟ كاين اللي كيشوفوا باللي الرد الحقيقي غادي يكون بالاداء والنتيجه فوق ارضيه الملعب. علاش هولندا دائما كيلبسوا اللون البرتقالي رغم باللي ما كاينش في العالم ديالهم؟ يمكن يبان هذا الشيء غريب، ولكن اللون البرتقالي ماشي اختيار عشوائي، راه راجع للعائله الملكيه الهولنديه، وكذلك عنده ارتباط بالاسم ديالها وبالتاريخ استقلال ديال هولندا والوحده ديالها الترابيه. وهذا الشيء علاش ولا اللون البرتقالي الرمز ديال الفخر والانتماء، رغم ان العالم الهولندي فيه غير الاحمر والابيض والازرق. ولهذا السبب ولا المنتخب الهولندي كيلعب بالقميص البرتقالي، والجماهير ديالو في كل بطوله كتعمر مدرجات باللون البرتقالي، وكيولي المشهد كيشد انتباه العالم كامل. واليوم اللون البرتقالي غادي يواجه اللون الاحمر والاخضر في ماتش ما غاديش تحسموا الالوان، ولكن غادي تحسموا الروح القتاليه والعزيمه فوق ارضيه الملعب.